باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم النور الحقيقي، وهو عبارة عن إجابة لأسئلة أنتوا تبعتوها أو تدور في أذهان الناس، ونحب إن احنا نريحكم من جهة الإجابة بتاعتها حسب ما نستطيع. سؤال: المن الأرضي والمن السماوي كلاهما معجزة، ما الفرق بينهم؟ هو مش عارف يقصد ايه بالسؤال. جايز المن الأرضي يقصد به المن اللي نزل لبني إسرائيل في 40 سنة. معجزة ليه؟ لأنه كان بينزل لهم كل يوم، وكان لو بيت لتاني يوم يدوت، ما عدا يوم الجمعة كان بينزل مضاعف، ولما يشيلوا منه لتاني يوم ما يدوتش. يبقى دي معجزة مش ظاهرة طبيعية. وقعد المن ينزل 40 سنة لغاية ما دخلوا أرض الموعد انقطع المن. مش ظاهرة طبيعية، دي معجزة. المن السماوي هو جسد الرب ودمه، ان احنا بناخد الخبز وعصير العنب ونصلي القداس، حل الروح القدس ويحول الخبز لجسد الرب والمزيج اللي في الكأس إلى دم المسيح. هي دي المعجزة السماوية. سؤال: أين هو المسيح الآن؟ المسيح كائن منذ الأزل والأبد يملأ الوجود. لما تجسد بقى جسده ماشي على الأرض، لكن ألوهيته تملأ الوجود. لما مات بقى جسده في القبر وروحه موجودة في الفردوس، لكن لاهوته يملأ الوجود. لما قام قعد على الأرض 40 يوم، لكن لاهوته يملأ الوجود. لما صعد بعد 40 يوم بقى جسده موجود في الأقداس العليا، لكن لاهوته يملأ الوجود. فما فيش تغيير من جهة وجوده لاهوتيا، لكن جسده كان بيمشي من هنا لهنا لهنا، وفي الآخر طلع في السماء. سؤال: ما معنى الحياة الأبدية؟ هل هي الآن أم أنها بمجيء المسيح؟ الحياة الأبدية معناها ملهاش نهاية، فإحنا ممكن نبتديها من دلوقتي. لما يقول لك ها ملكوت الله داخلكم، لما بنتعمد بناخد حياة أبدية، لما بنتناول بناخد حياة أبدية، لكن هنعيشها بالحقيقة في المجيء التاني. عشان كده يقول السيد المسيح إيه؟ من يأكل جسد ويشرب دمي له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فلما نقوم هندخل بقى في الحياة الأبدية اللي احنا بدأناها من الآن. سؤال: إيه المقصود بسلطان الكتاب المقدس؟ وإيه اللي يثبت أن الكتاب المقدس ليه سلطان؟ سلطان الكتاب المقدس في التعليم. يعني لما الكتاب المقدس يقول تعليم يلزمنا، ده سلطانه. ما يجيش واحد يقول لك لا ده عهد قديم، أو واحد يقول لك ده تعليم بولس. كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم والتقويم والتأديب الذي في البر. ولما يقول بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس: وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يبقى ده سلطان الكتاب المقدس، إنه كلام الله، الوحي المقدس، إنه هو نسمع ونتعلم ونخضع ونطيع. سؤال: كيفية مشابهة الله لنا على صورته خلقنا؟ صورة الله اللي خلقنا عليها العقل والسلطان والحكمة والقداسة، الحياة الأبدية، إن احنا كتير لكن نبقى واحد، زي ما هو فيه 3 أقانيم وهو واحد. فدي صورة الله اللي خلقنا عليها، مش إن ربنا ليه وش وعينين ومناخير وجهاز هضمي، حاشا. لكن كمان لما تجسد أخذ شبهنا في جسدنا وفي طبيعتنا الإنسانية. في بعض الناس كمان يفهموها إن عشان ربنا عارف بسبقه وعلمه إن هو هيتجسد، فخلق الإنسان على الصورة اللي هو هيتجسد عليها. لكن اللي قالوه الآباء إن صورة الله هي العقل والوحدانية مع التعدد. سؤال: هل قبولنا للإنجيل يغير نظرتنا إلى الضيقات؟ طبعا الضيقات ممكن تحير الناس وتتعبهم وتزنقهم ويبقى متضيقين. هي جايه من كلمة الضيقة، معناها أنا محصور ومزنوق ومش عارف أتصرف. الإنجيل بيدينا استنارة، أفهم الأشياء وأفهم قصد الله على قد ما ربنا بيعلن. الإنجيل بيخليني أعرف إن الله شاركنا حياتنا وضيقتنا، في كل ضيقهم تضايق، وأعطانا معرفة إن الإنسان اللي يحتمل الألم يبقى يدخل في شركة ألام المسيح.
فدي بتخليني استوعب الامر، وما بقاش الضيقة بالنسبة لي تهزمني وتخليني ابتلع في الحزن واليأس، لكن يبقى عندي نوع من النور اللي يخليني افهم الضيقة وافهم تفسيرها وافهم كيف اخرج منها بطريقة مظبوطة. سؤال: كيف تحول قوة الله في الخدمة فتكون مثمرة؟ الله يحل بقوته في الناس البسطاء والضعفاء والمتضعين. أول ما الواحد يتباهى بمعرفته وخدمته وإنجازاته ومشاريعه، النعمة تتخلى عنه. فعايزين تبقوا أقوياء بالله، اتضعوا، محدش يفتخر، وقدم إخواتك، ما تعملش خناقات، ما تعملش اختلافات، ما تسعاش ناحية ثورات وهيجان. قود الناس للسلام والمحبة والخضوع عشان الله يشتغل في الجو الهادي. لكن مجرد تعمل زوبعة من الأفكار حتى لو كان في مجال صح، روح الله يبعد. سؤال: هل يسوع هو الإظهار والكشف التام لله عن نفسه؟ طبعا تجسد الله خلانا نعرف المعرفة الكاملة، يعني قمة الإعلان الإلهي للإنسان في التجسد. معلمنا بولس في أول رسالة عبرانيين يقول: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فبعد ما كنا بنسمع عن الله من الأنبياء، سمعنا الله نفسه. طبعا فرق كبير لأن حد يحكي لي عنك وأن أنا أقابلك بنفسي. فإحنا في المسيح تقابلنا معه حقيقة. سؤال: ما الذي ينبغي أن نصليه؟ اللي مش عارف يصلي، الكنيسة مدتنا وسيلة مساعدة الإيجابية. لما تصلي المزامير اتعلمت الصلاة. المسيح قال لنا: متى صليتم فقولوا هكذا أبانا الذي في السماوات. لما نقولها بتأني وفهم بتصلي. صلي صلاة الشكر أديك بتصلي. لما نصلي القداس، نصلي التسبيحة، كل دي تمرين. بعد كده لما امتلئ بروح الصلاة من الإيجابية والتسبيحة والقداس والصلوات الكنسية، ابتدي أنا كمان أعرف أتكلم مع ربنا بلغته، خصوصا بقى اللي قاري كتاب مقدس كتير وشبعان، اتكلم معاه بلغته من الآيات. لكن كمان في فرصة أن تتكلم مع الله بحرية. أي حاجة تخطر على بالك كلم ربنا فيها. وفي صلاة يسوع السهمية: يا رب يسوع المسيح ارحمنا أنا الخاطي، رددها بلا عدد. طول ما انت ماشي، واقف، بتتكلم، ساكت، نايم، صاحي، مع الناس، لوحدك، ساق عربيتك ولا راكب اتوبيس، قولها بحرية. سؤال: ما حقيقة سكن الروح القدس معناها في العهد الجديد؟ سكن الروح القدس عامل زي بالضبط لما يكون الشمس مشرقة في كبد النهار في وسط السماء ومرسلة شعاعها علينا. الشعاع اللي داخل جوه الأوضة هو نور المسيح، والحرارة هي دفء الروح القدس. يسكن فينا بلا انقطاع، يعني الشمس بتغيب لكن الله لا يغيب. فهو يحل فيك بهذه الصورة، تمتلئ بالروح، تمتلئ بالدفء، تمتلئ بالحرارة، تمتلئ بالنور، وما زالت الشمس مشرقة في السماء. سؤال: في رسالة روميا بيتكلم عن آلات الاسم وآلات البر، ايه معناهم؟ بيقول احنا لما كنا غير مؤمنين، يعني في الوثنية او في اليهودية قبل الإيمان بالمسيح، كانت أجسادنا آلات إثم. تعالى النهاردة بعد ما الإيمان بالمسيح خلي أجسادنا آلات بر. يعني ايه؟ الإيد اللي تلطم إنسان صارت أداة إثم. الرجل اللي تمشي تروح لأماكن الخلاعة والنجاسة بقت أداة إثم. اللسان الذي يتكلم كلام خليع وكلام فيه وقيعة وفيه شر بقت أداة للإثم. أعضاء جسد الإنسان اللي تستخدم في الشهوة بقت أداة إثم. تعال بقى بقيت مسيحي، خلي رجلك تذهب للخدمة. يبقى هنا معلمنا بولس الرسول يقول: أيام ما كنا في غير الإيمان كنا بنستخدم أعضائنا آلات إثم، النهاردة بقى استخدمها لخدمة الناس، لإرشاد الناس، لطبطبة على الناس، تروح عشان تخدم الفقير وتخدم المعوز وتخدم الضعيف. فيبقى أصبح أجسادنا آلات للبر. سؤال: ما هو الحد الفاصل لمفهوم كلمة النعمة؟ لأن في كتير بيستخدموها كمرادف للتسيب. كيف تكون النعمة مرادف للتسيب؟ النعمة هي عطية الله المجانية للإنسان.
لكن لما يكون واحد بيستخدمها للتسبب، يعني تيجي تقول له المفروض نصوم الاربع والجمعه، يقول لك احنا في عهد النعمه. عهد النعمه يعني ما نصومش؟ امال ليه ربنا قال لنا متى صمتم واذا صمتم فاعملوا كذا وكذا؟ هل النعمه تخليني ما اصليش؟ تخليني ما تخلينيش ابقى ملتزم؟ نعمه ربنا تسندني عشان ابقى حلو، عشان اخدم، عشان اتعب، عشان اجاهد. فالنعمه تسند الجهاد وتديله قوه وتديله ثمره جيده. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم النور الحقيقي، ومستعدين نستقبل أسئلتكم دايما لقناة أغابي. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.